النهارده سهرتنا في المطبخ هتبقى مع الفرخايه العسل دي، وهنعمل لها احلى تتبيله ممكن تجربوها. اول حاجه انا جبت شويه من الزبده، حطيت عليها شويه توابل، هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو، مع شويه من دبس الرمان ومعلقه صغيره من الصلصه، وطبعا ظبطت الملح بتاعها وقلبت بقى التتبيله دي كلها مع بعض كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان ريحتها حلوه قوي قوي قوي. ومن ضمن التوابل اللي استخدمتها كان معلقه صغيره من تتبيله المشاوي ومعلقه من توابل الفراخ بتاعت باب الشام. المهم جبت الفرخايه الصغننه الحلوه دي وابتديت ان انا اتبلها كويس جدا من بره ومن جوه من كل حته. وبعدين جبت الكيس الحراري حطيت فيه الفرخايه زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم ان انا كنت يعني قلقانه شويه لاني اول مره كنت استخدم الكيس الحراري. نرجع للتتبيله بتاعتنا، احنا مش هنسيبها كده. قطعت شويه بصل، شويه فلفل، شويه طماطم، وكمان شويه من البطاطس، وقلبت بقى كل ده مع بعضه في التتبيله كويس جدا. والتاني مره هقول لكم ان بجد ريحه التتبيله دي كانت تحفه. وبعدين حطيت الكلام ده كله مع الفراخ، وحقيقه انا بهدلت الدنيا بس مش مشكله، المهم الطعم في الاخر. انا ظبطت كل حاجه كده مع بعض.